السلام عليكم. النهاردة هنعمل عجينة حلوة تنفع للمدارس وللرحلات، للفطار وللعشاء، ونقدر نغير في الحشوة بتاعتها وعاوزينها حلو حادق. هتبقى جميلة معانا. عجينتنا هشة وطرية زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي، وفعلا طعمها تحفة. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ في المقادير بتاعتنا. معانا كوب حليب زي ما انتوا شايفين كده، وهنحط زيه مية. دي مية دافية ويفضل ما تكونش سخنة. معانا باكت خميرة ما يعادل معلقة كبيرة. هنضيف معلقتين سكر زي ما انتوا شايفين، وهنضيف معلقة من البيكنج باودر صغيرة. هنحط 4 كوبايات من الدقيق، وهنضيف عليهم معلقة كده صغيرة من الملح، و4 معالق من اللبن البودر. هنضيف ربع كوباية من الزيت النباتي، ويفضل يكون زيت ما يكونش له ريحة ويكون حلو. هنضيف باكت من الفانيليا، وهنضيف معلقة سمنة بلدي كبيرة. هنلم العجينة بيها كده، ولو مفيش عجين طبعا هتعجني على ايدك مش اقل من 10 دقايق. هنرش رشة زيت من على الوش كده بعد ما عجنا العجينة ولميناها، وهنسيبها تخمر. مدة التخمير من نص ساعة ل45 دقيقة على حسب المكان وحسب درجة حرارة المكان اللي فيه العجينة بتاعتنا. العجينة بتاعتنا خمرت وجميلة كده زي ما انتوا شايفين. انا النهاردة هعمل الحشوة بتاعتي بالقرفة والكاكاو. دول معلقتين سكر، عليها معلقة كاكاو ومعلقة قرفة. والنهاردة المخبوزات بتاعتي بالقرفة والسكر. هنزل بالعجينة بتاعتي كده على مفرش العجين، وطبعا رشة شوية من الدقيق كده زي ما انتوا شايفين. هنلم بيه العجينة بتاعتنا لينة وبتلزق كده في الايد، يعني ما تخافيش منها. العجينة طرية وفعلا ملمسها جميل. جربوها وانتوا هتعتمدوها على طول في كل وصفاتكم وفي المخبوزات بتاعتكم. هنبتدي نقطع العجينة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده لكور صغيرة، يعني قد الليمونة بالشكل ده. وطبعا عشان ما اطولش عليكم الفيديو، انا قطعت العجين كله كده بالطريقة دي. يلا بقى هنجيب صاج مدهون زيت، وهنمسك كده كرة كرة زي ما انتوا شايفين القرص بتاعتنا. ايوه كده. وناخد ربع معلقة صغيرة من القرفة والسكر والكاكاو ونقفل. ويا ريت تقفلي كويس عشان السكر ما يتحرقش لو خرج من القرصة بتاعتنا. هنرصه على الصاج بتاعنا ونبتدي نفرد كده زي ما انتوا شايفين بالظبط كده. ولو حابين تضيفوا حبة البركة او سمسم من على الوش براحتكم. انا النهاردة مش هضيف لا سمسم ولا حبة البركة. من على الوش كده معلقتين حليب عليهم رشة فانيليا، وهدهن وش القرص بتاعتي بالطريقة دي كده. فرن ساخن على درجة حرارة 200، رف اوسط، وهدخلها القرص بتاعتي تقعد 10 دقايق وتخرج. هغطيها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هنقدمها. هتقدموها مع شاي، مع حليب، شاي بلبن، نسكافيه، زي ما انتوا عايزين وزي ما انتوا حابين. وزي ما قلتلكم تقدروا تحطوا الحشوات زي ما انتوا حابين. عاوزين جبنة، لحمة، فراخ، بسطرمة، عايزين تمر، ملبن، اي حاجة وكل حاجة. زي ما بقولكم دي العجينة السحرية. العجينة طرية زي ما انتوا شايفين، المقادير مظبوطة، ما تخافوش منها. هتعملوها وبجد بجد هتعجبكم وحلوة. صدقوني انا معتمدها على طول. هي دي كانت وصفتي، وهي دي كانت النهاردة
أكلتي. يا رب تكون نالت إعجابكم. أشوفكم على خير في أكلة جديدة ووصفة جديدة. ولو عجبتكم الوصفة طبعا ما تبخلوش علينا باللايك والشير. وأشوفكم على خير بإذن الله في رعاية الرحمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.